شركة وان بلس هي من الشركات الموثوقة جدا في عالم السمارت فونز، وتحس انها شركة مميزة كده وليها طابع خاص، وده عن باقي شركات الموبايلات التانية. واي موبايل بتشتريه من وان بلس بتكون متأكد انه موبايل محترم وهيسد معاك. وعلشان كده فاحنا في فيديو النهارده هنتعرف على احدث موبايل من وان بلس من سلسلة النورد، السلسلة المخصصة للفئة المتوسطة، وهو النورد N65G. وهنتعرف على كل مواصفاته وكل مميزاته وعيوبه. بس يا ريت في الاول تدعمونا بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكمان تشتركوا في قناتنا الثانيه قناه سراديب. انا محمود طمان، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. التليفون بيجي بتصميم بيجمع ما بين البساطه والشياكه في نفس الوقت. الموبايل شكله جميل جدا، وهو شبه معظم تصاميم الاجهزه اللي موجوده في السوق دلوقتي، ما فيهوش اي حاجه جديده او مختلفه. وبيجي في نص ظهر الموبايل شعار وان بلس المميز جدا. التليفون بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات، وده في الوقت اللي احنا بنشوف فيه اجهزه كتير في الفئه السعريه دي بتيجي بخامات تصنيع من الازاز. ولكن البلاستيك بيدي حمايه اكتر من التليفون عشان ما يتكسرش لو وقع منك ولا حاجه. ولكن بصفه عامه جوده تقفيل وتصنيع التليفون ممتازه جدا، والتليفون معمول باهتمام. ابعاد الموبايل وسمكه ووزنه مناسبين، ومش هتلاقي اي صعوبه خالص في استخدامك للتليفون، وهتتعود عليه بسرعه. فبصفه عامه نقدر نقول ان التصميم بتاع التليفون جميل جدا وعصر وهيعجبك، وانا ماليش عليه اي تعليق سلبي. النورد N35G من وان بلس بيجي بشاشه كامله بالتصميم الجديد اللي بثقب او بانش هول دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشه من فوق. والشاشه مساحتها كبيره 6.72 بوصه، وده بيخلي الموبايل من فئه الفابلت. والشاشه دي من نوعيه IPS LCD بجوده فول اتش دي بلس، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 2400 في 1080 بكسل، وده بيدينا 391 بكسل لكل بوصه في الشاشه، ودي كثافه بكسلات كويسه جدا. الشاشه جايبه بعد عرض كبيره 20:9، وبتستحوذ على 87.1% من حجم الواجهه بتاع التليفون كله. والتليفون بيطلع من العلبه بتاعته متركب عليه سكرين. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الشاشه، فانا بصراحه كنت اتمنى او كان المفترض ان التليفون يكون جايب بشاشه من نوع سوبر اموليد او اموليد زي معظم شاشات التليفونات اللي موجوده في الفئه السعريه دي دلوقتي. ولكن عموما الشاشه دي هتقدم لك اداء كويس جدا، وده من حيث درجه الحده والساتوريشن بتاع الالوان اللي بيظهروا على الشاشه دي. هتحس ان الشاشه منوره، وكل حاجه بتظهر عليها بتكون متشافه بشكل كويس جدا، والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل ممتاز. ومن المميزات برضو المحترمه اللي موجوده في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 120 هرتز، واللي بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز تشتغل معاك بشكل سلس وسموز وانسيابي جدا. وطبعا ده هيحسن جدا تجربه الجيمز على الموبايل ده. درجه سطوع الشاشه كويسه جدا، ومش هيقابلك اي مشكله خالص وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره. وبرضه حواف واطراف الشاشه حجمهم صغير، بس الحواف السفليه كان المفروض برضه تصغر عن كده شويه. فاجمالا كده الشاشه بتاع النورد N35G من وان بلس هي شاشه محترمه جدا، وهتقدم لك اداء مرضي جدا في كل الاستخدامات، وده علشان حجمها الكبير ودقتها ونوعيتها المحترمين. اما بقى بالنسبه للاداء بتاع الموبايل، فالتليفون بيجي بمحترم كويس جدا من كوالكوم، هو السناب دراجون 695 5G، واللي موجود في تليفونات كتير جدا في الفئه المتوسطه، وهو داعم لشبكات الجيل الخامس. فهو معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2.2 جيجا هرتز بدقه تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومي هو الادرينو 619. التليفون بيجي بنسخه واحده بسعه تخزين 128 جيجا بايت، مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام، ودي ساعات ممتازه وهتكون كافيه جدا لاستخدامك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع التليفون، فهو بصفه عامه هيقدم لك اداء متوازن في كل المهام والاستخدامات بتاعتك. يعني في المهام اليوميه المعتاده زي استخدام تطبيقات السوشيال ميديا والتصفح والمكالمات والحاجات دي كلها، التليفون هيشتغل معاك بشكل ممتاز، مش هيقابلك اي سن تهنيج او لاج في التليفون. كل الحاجات دي هتقدر تعملها بمنتهى السلاسه والانسيابيه. وبرضه في المهام المتعدده او المالتي تاسكينج جلاء التليفون هيعجبك جدا، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل ما بينهم بشكل سلس وسريع، وده برضه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون، وده مهما كانت التطبيقات دي تطبيقات كبيره او تقيله. والتليفون هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده علشان السعه الكبيره بتاع الرامات. اما بقى بالنسبه لاداء التليفون ده في الجيمز، فهو برضه هيقدم لك اداء محترم جدا. يعني في الجيمز الخفيفه والمتوسطه هيشتغلوا معاك بشكل ممتاز من غير ما يقابلك برضه اي تهنيج او لاج في التليفون. وفي الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي، فهي برضه هتشتغل معاك بشكل كويس جدا حتى لو انت بتلعب الجيمز دي على اعلى اعدادات جرافيك. ولكن علشان تاخد احسن اداء من الموبايل في الجيمز التقيله دي، يستحسن انك تلعبها على اعدادات جرافيك متوسطه علشان التليفون يشتغل معاك بشكل كويس من غير ما يقابلك فيه اي تهنيج خالص.
فلو انت عاوز تليفون يقدم لك اداء متوازن ما بين الاستخدامات اليوميه والمالتي تاسكينج والجيمز، فبصراحه النورد ان 35 جي من ون بلس هيكون اختيار ممتاز ومثالي جدا بالنسبه لك. الكاميرات هي اهم واقوى المميزات اللي موجوده في التليفون. فالموبايل جاي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.7، والكاميرا الثانيه فهي كاميرا ماكرو وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4، والكاميرا الثالثه والاخيره فهي الخاصه بعامل العزل وبتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4، والثلاث كاميرات دول ملحقين بفلاش LED من قطعه واحده. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الكاميرات دي، فالكاميرا الاساسيه دي بصراحه هتقدم لك اداء ممتاز جدا وتعتبر من اهم واقوى واحسن الكاميرات اللي موجوده في الفئات السعريه. يعني في ضوء النهار هتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور محترمه جدا من حيث درجه الحده والتشبع والدقه بتاع الالوان اللي بتظهر في الصور دي. هتحس كده ان الصور منوره وهتنطق من جمالها وحلاوتها. كل حاجه بتكون واضحه بشكل جميل جدا في الصور دي، ودقتها بتكون عاليه قوي وهتعجبك، وكميه التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيره ودقيقه، والتباين بتاع الالوان مظبوط، مفيش لون داخل على التاني. وبرضه في الاضاءه الضعيفه او الليليه فالصور بتفضل محافظه على جودتها بنسبه كبيره قوي، وكميه النوز والتشويش اللي بيظهروا فيها بيكونوا اقل ما يمكن وتقريبا مش متشافين. وطبعا ده علشان الدقه العاليه بتاع الكاميرا وفتحه العدسه الواسعه بتاعتها. وهتقدر باستخدام الكاميرا الثانيه الماكرو انك تاخد صور قريبه بكميه تفاصيل كتير، وادائها اداء عادي جدا شبه كل الكاميرات الماكرو اللي موجوده في معظم التليفونات. وبرضه نفس الكلام بالنسبه للكاميرا البورتريه، هتقدر انك تستخدمها في انك تعزل الخلفيه وتحدد اطراف الصور بشكل كويس. اي نعم طبعا ادائها مش اقوى ولا افضل حاجه، ولكنه اداء مقبول هيأدي الغرض معاك. النقطه السلبيه بصراحه في الكاميرات دي انه التليفون ما بيجيش بكاميرا الترا وايد خاصه بالتصوير بزاويه واسعه، واللي حتى كان ممكن يتم استبدالها مكان الكاميرا الماكرو اللي تقريبا مفيش حد بيستخدمها. ده بصراحه كان هيزود جدا من التقييم بتاع التليفون ده. وبرضه من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الكاميرات بتاع الموبايل انه للاسف ما بيدعمش تصوير الفيديوهات بجوده 4K. فانت يا دوب هتقدر تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. وانا بصراحه برضه شايف ان دي من الحاجات السلبيه اللي موجوده في التليفون. الموبايل جاي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4، وانا بصراحه ما اقدرش اقول ان دي احسن كاميرا سيلفي موجوده في الفئه السعريه دي. في تليفونات تانية بتقدم لك كاميرات سيلفي اقوى واحسن من كده، ولكن ده مش معناه ان الكاميرا السيلفي دي كاميرا وحشه، فهي تقدم لك اداء كويس جدا وهيعجبك، وهتقدر باستخدامها انك تاخد صور سيلفي محترمه وهتعجبك، وده في كل المناسبات وكل ظروف الاضاءه. البطاريه برضه هي من المميزات القويه اللي موجوده في التليفون. فالموبايل بيجي ببطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير، واي نعم دي مش اكبر سعه بطاريه موجوده في الوقت الحالي، ولكنها هتكون كافيه جدا لاستخدامك وهتكمل معاك اليوم كله حتى لو انت بتستخدم التليفون بشكل مكثف شويه. وده علشان المعالج اللي موجود في الموبايل ما بيستهلكش كتير من طاقه البطاريه. وطبعا انت هتقول لي طب ايه المميز بقى في البطاريه دي؟ هقول لك قدره الشحن بتاعتها. فهي بتيجي بقدره شحن 50 واط، واللي هتشحن التليفون بتاعك من 0 ل 100% في حوالي 45 دقيقه، وطبعا ده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. التليفون بيجي باحدث نظام تشغيل اندرويد 16 مع احدث واجهه مستخدم من ون بلس، وهي الاكسجين او اس فريجن 13.1. وبصراحه الواجهه دي واجهه مميزه جدا من زمان، واجهه خفيفه جدا وسلسه في ادائها على الموبايل، وتحسها كده اقرب للاندرويد الخام، مفيش فيها اضافات كتير، وبالتالي كميه الباجز او المشاكل اللي فيها تقريبا مش موجوده، وادائها على الموبايل جميل جدا وما بتعملش اي مشكله خالص في استخدامك. وكمان فيها مميزات كتير هتعجبك زي انها تدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر باستخدامها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الخامس ال 5G. وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا، ولكن في الحاله دي هتضطر تستغنى عن الشريحه الثانيه. التليفون بيجي مستشعر بصمه واللي مدمج في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده اداؤه ممتاز من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه الوجه الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل كويس جدا من حيث دقتها او سرعتها. وبرضه من المميزات المحترمه اللي موجوده في الموبايل انه بيجي بسماعات ستيريو، والسماعات دي صوتها عالي ونقائها كويس جدا. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز اداؤه ممتاز جدا من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم تركيب وصلات الاوتو جي، وموجود فيه مستشعر NFC لاتصال قريب المدى، وموجود فيه مستشعر جيروسكوب. ولكن بقى التليفون ما فيش فيه راديو FM ولا مستشعر IR، وغير مقاوم للمواد الغبار. بيجي باصدار بلوتوث قديم شويه 5.1. التليفون بيجي بلونين، لون الرمادي واللون الاخضر الفيروزي. وقلب التليفون بيجي فيها الشاحن السريع وسلك توصيل USB تايب سي وجراب للموبايل، وده بيصدر الشريحه والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع الرسمي للموبايل هو $300،
اول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. النورد N35G من ون بلس هو تليفون متوازن جدا في كل المواصفات اللي بيقدمها لك، اللي هي مواصفات او سبيكس محترمه جدا بصراحه، وهيقدم لك اداء قوي جدا في كل الاستخدامات الاساسيه او المهمه بتاعتك. فهو بيجي بتصميم عصري وشاشه كويسه واداء محترم وكاميرات هايله جدا وبطاريه كبيره بشحن سريع ومميزات تانية كتير جدا هتعجبك، كل ده بسعر مناسب بالنسبه لتليفون في الفئه المتوسطه. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم على التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شايف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فياريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.